بتبدأ حكايتنا في مدرسة وبيدخل أكتر الطلاب شهرة واللي هم رئيسة اتحاد الطلبة سوزومي ومساعدها كازوكي، وبيبقى الكل بيتكلم عليهم قد إيه هم لايقين على بعض جدا، على عكس بطلنا أوساتو واللي عمره ما كان حد مهتم بوجوده أصلا، ودايما بيكره المطر عشان ما بيقدرش يروح بيته وهدومه كلها بتتبل، وكمان نسي الشمسية بتاعته، وبتعرض عليه رئيسة اتحاد الطلبة سوزومي الشمسية اللي معاها، وبيبدأ أوساتو يرتبك جدا لأن هو مجرد طالب عادي، وكوزومي كمان بيعرض عليه المساعدة وبيديه الشمسية الاحتياطية بتاعته لأن سوزومي مش معاها شمسية احتياطية، وبيقرروا الاتنين يوصلوه للبيت، وبيبقى اوساتو مش مصدق اللي بيحصل ده بس بيمشي معاهم، وبيبداوا الاتنين يهزروا ويضحكوا مع بعض، وبيسالهم اوساتو هو انتوا مرتبطين ولا لا، بس سوزومي وكازوكي بينكروا ده وبيقولوا له انهم مجرد زمايل مش اكتر، وبيستغربوا السؤال بتاعه عشان اوساتو اول حد يسالهم بشكل مباشر، وبعد كده بيبداوا يسالوا اوساتو هيعمل ايه بعد ما يتخرج من المدرسه الثانويه، بس اوساتو بيقول لهم ان هو لسه مش عارف، وبيوافقوا كوزومي نفس الراي تقريبا، وفجاه بيسمعوا الاتنين صوت جرس بيرن جامد، في حين ان بطلنا اوساتو مش بيكون سامع اي حاجه خالص، والاصوات بتبدا تزيد اكتر واكتر، وبيقرب منهم اوساتو عشان يطمن عليهم، بس الثلاثه بيتحوطوا بسحر غريب زي النار عن طريق دايره سحريه، وبيعرف كوزومي ان ده سحر، وبتتحمس سوزومي جدا واوساتو كمان لان هما مش بيحسوا انهم منتمين للعالم ده، وبينادي كوزومي على اوساتو عشان يصحى، وبعد ما هما الاثنين بيفوقوا بيكلمهم الملك لويد صاحب مملكه لينجر، وبيقول لهم ان هو استدعاهم للعالم ده عشان يكونوا ابطال، وبتفرح سوزومي جدا، وبعدها بنكتشف انهم اتنقلوا لعالم تاني، وبيكمل الملك كلامه وبيقول ان ملك الشياطين هاجمهم من سنتين وان هما قدروا يبعدوه بس، ودلوقتي ملك الشياطين بيوسع قوته اكتر واكتر ومش عارفين ممكن يعمل ايه المره اللي جايه، وعشان كده الملك لويد استدعى ابطال من عالم تاني عن طريق سحر محظور، وبتفضل سوزومي تضحك بشكل هستيري، اما كوزومي بيتعصب جدا وبيقول للملك ازاي تستدعينا من غير ما نوافق، وبيطلب منه يرجعه للعالم بتاعه دلوقتي، فبيقول له الملك ان ده مستحيل وان استدعاء الابطال بيتم في اتجاه واحد بس، يعني ما ينفعش ارجعك للعالم التاني، وممكن يجيب الابطال للعالم بتاعه بس ما فيش طريقه يرجعوا بيها، وده بيعصر كوزومي اكتر، وبيقول للملك انا عندي بيت وعيله واوساتو وسوزومي كمان، والجنود بيرفعوا الاسهم عليه، فبيلحقوا اوساتو وبيقول له يهدى عشان اللي بيعمله ده ما فيش منه فايده وممكن يقتلوه، وعلى الرغم من زعله بيحاول كوزومي يتمالك اعصابه، وبعدها الملك لويد بيوعدهم يلاقي طريقه يرجعهم بيها للعالم بتاعهم، بس الاول لازم يساعدوه وينقذوا الشعب، فبيستغرب سوزومي ان هو بيناديهم بالابطال وهو ما يعرفش عنهم اي حاجه، فبينادي الملك بعد كده على مساعدته ويلسي، وبتشرح لهم ان دايره استدعاء الابطال متصممه عشان تختار ابطال متفوقين، وان هم سمعوا اجراس لما جم للعالم ده وده بيدل على انهم الابطال، فبيستغربوا ان اوساتو جه معاهم وهو ما سمعش صوت الاجراس، وبيقول اوساتو للملك ان هو كان واقف جنب اصحابه بس وما سمعش اي صوت، وبيفتكر ان هو جه هنا صدفه مش اكتر، وبتقاطعهم ويلسي وبتقول لهم ان هي عايزه تقيس قدراتهم السحريه، وكالعاده بتنبهر سوزومي بالكره البلوريه، وبيستغرب كوزومي ان اوساتو مش متضايق رغم انه جه هنا صدفه وبيتعامل معاهم عادي، فبيقول له اوساتو ان الغضب مش هيفيده في اي حاجه، هم خلاص جم وما فيش مفر من الرجوع، ومساعده الملك قالت له الاحسن يستنى يمكن يبقى بطل، فبيقول له كوزومي ان هو شخص متفائل، فبيرد عليه اوساتو ان سوزومي هي اكتر حد متفائل فيهم، وبيتفق معاه كوزومي في الراي وان هم المفروض يبقوا متفائلين زيها، وبيجي موعد قياس السحر بتاعهم، وبتبدا ويلسي بسوزومي وبتتغير الكره للون الاصفر، وده معناه ان هي عندها سحر الرعد والمانا، وبعد كده بيقيسوا سحر كوزومي وبتتغير الكره للون الابيض وده سحر النور، وما بيبقاش كوزومي فاهم السحر ده بيستعملوه في ايه، فبتقول له سوزومي ان السحر ده بيستخدم في اطلاق اشعه ليزر او سيوف كمان ممكن تقضي بيها على اعدائك، وبتقول ويلسي ان سحر النور نادر جدا وعدد قليل من الناس اللي بيقدروا يستعملوه لانه بيقضي على الشياطين، وبيجي الدور على بطلنا اوساتو وبيتمنى ان السحر بتاعه يفيد اصحابه ويقدر يساعدهم يرجعوا للعالم بتاعهم، وبتتغير الكره للون الاخضر وده معناه ان اوساتو عنده قدره نادره جدا، وبتترعب ويلسي لما بتشوفها وبتروح تبلغ الملك باللي حصل، واللي بيترعب هو كمان، وبيفتكروا ان هم لازم يبعدوا اوساتو عن البلد في اسرع وقت ممكن، بس قبل ما ده يحصل بتتدخل الست دي وبتفتح الباب بكل قوتها، وبنعرف ان اسمها روز، وبيبقى الملك مرعوب منها حرفيا، وبتساله روز ايه نتيجه طقس الاستدعاء، وبتلاقي اوساتو قاعد على الارض، فبتسال الملك عنه، فبيقول لها الملك ان هو ولد عادي جدا وما بيرضاش يقول على طاقته، وبتعرفه روز على نفسها وبتقول له ان هي قائده جيش انقاذ الملكه، وبتقول ويلسي ان الابطال في اوضه الكره البلوريه وبتاخدها لهناك، وبيقرر الملك يجهز اوضه لاوساتو يستريح فيها، وبيقرر بعد كده هيتصرف ازاي معاه، فبيغلط اوساتو قدام روز وبيقول عن موضوع السحر الاخضر، وبتقف روز لما بتسمع كلامه، وبتقرر تاخد اوساتو وبتحاول ويلسي تمنعها، وبتلبس اوساتو سحابه وبتطيره، بس للاسف بتقدر روز توصل له برضه، وبتقرر تستعمله وتحوله لمصدر شفاء حقيقي بس لمصلحتها، وبتروح ويلسي عشان تبلغ سوزومي وكوزومي باللي حصل، وبيتصدموا لما بيسمعوا كلامها، وبتقول لهم ويلسي ان هو في مكان قريب مع فريق الانقاذ اللي ورا القلعه، وبيستغربوا جدا، فبتقول لهم ويلسي ان الكره قالت ان اوساتو متوافق مع سحر الشفاء، واللي بيستعملوا سحر الشفاء دول نادرين جدا، وروز منهم، وعايزه تدرب اوساتو عشان يبقى تابع ليها، بس المشكله ان اساليب تدريب روز قاسيه جدا، وبتعرفوا روز على زمايله واللي بيكونوا تونج وميل واليك وجوم وجورد، وبيبقى اوساتو خايف من شكلهم جدا، وبتضربهم روز بالرجل، وبتقول روز ان دول اتباعها بس ما بيستعملوش سحر الشفاء، وان مستعملين سحر الشفاء في فريق الانقاذ ومش بيشتغلوا هنا، وعشان كده هي هتدربه من النهارده، وبيبقى اوساتو خايف منها جدا، وبيقول ان احسن حاجه يعملها هو انه ما يتعاملش معاها خالص، وعقله اللي بيقول له كده، وبيقول لها اوساتو ان هو عايز يتدرب مع حد تاني، بس روز مش بتهتم بكلامه، وبتقول
له ان التدريب هيبدا بكره، وبتقول لتونج ياكله وينيمه معاه في اوضته، وبيضحكوا اتباع روز وبيقولوا له ان الرئيسه هي اللي هتدربك بنفسها، يعني انت دلوقتي في الجحيم او الجحيم ارحم من اللي انت هتشوفه. وطبعا الكلام ده بيرعب اوساتو جدا، وبيفضل اوساتو طول الليل يفكر في اللي هيحصل له، بس بيفكر ان هو لازم يبقى متفائل واكيد كل حاجه هتكون كويسه. وفي نفس الوقت اللي بتقف فيه روز قدام الشباك. بعد كده بيصحى اوساتو وبيقعد على السرير، وبيقول انه كان فاكر ان كل ده حلم وهيصحى منه، بس للاسف طلع حقيقه والموضوع بجد. وبعد كده بيدخل عليه واحد من رجاله روز وبيقول له ان هو عنده ضيوف، وبيطلعوا سوزومي وكوزومي جايين يزوروه، وبيطمنهم اوساتو ان هو كويس. بس قبل ما يخلص كلامه بيفتكر نظره روز ليه وبيترعب، وبيقول بكل حزن ان هو لسه مش عارف مصيره هيبقى ايه، وهيبدا تدريب الجحيم ده النهارده. وبيسالوه هو التدريب ده وحش للدرجه دي؟ فبيقول لهم اوساتو ان هو مش عارف، بس على الاقل ده احسن حاجه يقدر يعملها في الوقت الحالي بدل ما يقعد فاضي ومفيش حاجه يعملها. وبتشجعوا سوزومي ان هما كمان هيبداوا تدريبهم النهارده، وهيحاولوا يبذلوا اقصى جهدهم، وبيسيبوه وبيمشوا. وبيتمنى اوساتو يقدر يساعدهم هو كمان في يوم من الايام زي ما ساعدوه. وبيبص وراه وبيلاقي روز وبتساله انبسطت لما شفت اصحابك؟ فبيرتبك اوساتو وما بيبقاش عارف يرد، فبتطمنه روز ان ده مش سجن ويقدر يشوف اللي هو عايزه بس مش في وقت التمرين. وبتديله مذكره يسجل فيها التدريب بتاعه واحساسه بعد التمرين، وبتقول له ان ده هيساعده جدا. وبيمر اليوم الاول وبيتعرف اوساتو على المملكه من خلال الكتب اللي روز ادتها له، وكل يوم التدريب بيزيد صعوبه اكتر واكتر لحد لما بيوصل لليوم السادس وبيقع على الارض وايديه بتتجرح، بس ضوء سحر الشفاء بيعالج ايديه وكأن مفيش اي حاجه حصلت له. وبتمر الايام وبيجري اوساتو كل يوم، وبيوصل لليوم ال11 وبتقول له روز انت عارف انا بدربك كده ليه؟ وبتكمل كلامها وبتقول له ان هي بتدربه عشان يقدر يهرب من العدو وينقذ اصحابه باقصى سرعه عنده، وكل ما كان اسرع كل ما قدر ينقذ ارواح اكتر. وبيوصل لليوم ال14 وبيلاحظ ان الاكل بتاعه مش موجود، وبيبقى تونج اللي كاله لما راح اوساتو يجيب ميه، وبيتعصب اوساتو جدا وبيتخانق معاه بنفس طريقته، وبيبقى خلاص بقى واحد منهم. وبيوصل لليوم ال21 وبيبقى عنده عضلات وحتى اسلوبه وكلامه اتغيروا مع اللي حواليه، وبقى واحد منهم خلاص وما عادش بيحس بصعوبه التدريب. وبيجي اصحابه يزوروه وبيستغربوا جدا لما بيشوفوه بيتدرب على تمرين صعب جدا من غير ما يحس بالتعب. وبتنبهر سوزومي لما بتشوف عضلاته، وبيروح الفارس سيجلز اقوى فارس في المملكه وبيتخانق مع روز بسبب اللي عملته في اوساتو، وبتقول له روز ان هي هتخلي اوساتو دراعها اليمين. وبيتصدم اوساتو لما بيسمع الكلام ده، وبتكمل روز بعد كده كلامها وبتقول ان هي بتحبه لانه مش بيستسلم ودايما ما بيحبش الخساره، وفوق كل ده قدر يتحمل تدريبها القاسي. وبتأمر اوساتو ياخد استراحه ويروح يتغدى، وبيقعد اوساتو مع اصحابه وبيسال اوساتو كوزومي على الراجل اللي بيتخانق مع روز، فبيعرفوا كوزومي ان ده الفارس سيجلز اقوى فارس في المملكه وهو اللي بيعلمهم المبارزه بالسيف. وبتبقى معاهم سيليا بنت الملك لويد، وبيعتذر اوساتو ان هو ما كانش رسمي في الكلام معاها، فبتقول له سيليا ان هي بتحب تكون على طبيعتها وجايب لهم اكل كمان. وبياكل اوساتو وبيقول ان الاكل طعمه حلو جدا، وبيسالوا كوزومي عامل ايه في التدريب، فبيقول له اوساتو ان الحياه هنا مش وحشه وهو كان بيتعب من التدريب في الاول بس بعد كده اتعود وما بقاش يتعب، وبيوريهم قدره الشفاء بتاعته. وبتنبهر سوزومي وبتقول له انها تقدر تعتمد عليه لما تقع في مشكله انه ينقذها. وبيقاطعهم تونج وبيقول له اوساتو خليك كويس معايا النهارده عشان اجيب لك غدا معايا، فبيرد عليه اوساتو انت هتذلني ولا ايه؟ وبيتخانقوا مع بعض وضربه من هنا على ضربه من هنا، وبتراقب سيليا الموقف وهي خايفه على اوساتو، بس كوزومي بيطمنها ان ده جزء من حياه اوساتو اليوميه واكيد هو اتعود على ده. وبيقرر كوزومي يروح القلعه يتدرب، وبتقول سوزومي في نفسها ان اكيد ده السبب القوي اللي جمعهم عشان يكونوا سوا ولازم يبذلوا اقصى جهدهم. وبيقعد اوساتو مع نفسه وبيفكر في كل اللي حصل، وبيسال نفسه يا ترى عنده القدره فعلا ينقذ اصحابه من الخطر في اي وقت ولا لا. وتاني يوم الصبح بتاخد روز اوساتو عشان يتمشوا مع بعض، وبيسالها اوساتو هم رايحين فين، بس روز مش بتقول حاجه وبتقول له يمشي وراها بس من غير ما يتكلم لحد لما بيوصلوا لغابه غريبه كده، وبتقول له ان دي غابه الظلام ومليانه وحوش وان هو لازم يصطاد الدب الكبير النهارده وما يرجعش من غيره. وبتراقب اوساتو لان الدببه دي بتعيش 100 سنه وبتكون قويه جدا، بس روز بتقول له ان ده قبل ما يتدرب معاها ولازم على الاقل دلوقتي يقدر يصطاد واحد منهم. فبيقول لها اوساتو ان كل اللي اتعلمه هو الجري مش اكتر وما يعرفش ازاي يقاتل، فبتمسكه روز من هدومه وبتحدفه في الغابه. المهم بعد كده بينزل اوساتو الغابه بكل امان، وبيقرر ان هو مش هيرجع قبل ما ينفذ اوامر روز، واكيد الموضوع هيبقى سهل بعد كل اللي مر بيه. بس فجاه بيلاقي الدب في وشه وبيترعب منه جدا، وبيطارده الدب وبيفضل اوساتو يجري باقصى سرعته وبيفكر في كل اللي مر بيه، بس بيلاقي 3 دببة قصاده مره واحده وما بيبقاش قدامه اي حل غير ان هو ينط في الميه عشان ينقذ حياته. وبيعدي اول يوم في الغابه بسلام، وبيقرر اوساتو ان هو ينفذ امر روز تاني يوم، وفعلا بينام وتاني يوم الصبح بيستعد وبياخد سيفه عشان يهزم الدب الابيض. وبيقول اوساتو ان هو الاول لازم يعرف اكتر عن عدوه بيعيش فين وبيعمل ايه، وبيلاقي شجره عليها علامات وبيفكر ان الدب قريب من المكان ده، بس بيلاقي ان ارنب صغير مجروح في رجله وبيستخدم السحر بتاعه عشان يعالجه. وبيقول اوساتو للارنب ما تجيش ورايا، وبيبقى الارنب فاهم كلامه بس بيروح وراه عشان يوريه مكان الدب الابيض، وبياخدوا اوساتو معاه وفعلا بيوصلوا لمكان تجمع الدببه. وبيقرر اوساتو يراقبها من بعيد الاول وبعد كده يهجم عليها، وفعلا بيراقبها وبيبقى عطشان جدا وبيضطر يشرب من ميه النهر اللي قدامه وبطنه بتوجعه، وبيحاول يستخدم السحر بس بياخد وقت كبير. وبيجيله الارنب بعدها وبيوريه مكان ميه نظيفه وبطنه بتخف، بس الارنب بيجري يستخبى بعدها، وبيفهم اوساتو ان في وحش قريب من هنا وبيستخبى هو كمان. ولما بيروح وراه بيلاحظ ان الارنب خايف جدا، وبيقول اوساتو واضح ان التعبان ده مرعب جدا وبيكون متعطش للدم وعايز يقتل
وبيقتل اي حد قدامه. وبيعدي 4 ايام وبيفضل اوساتو يراقب الدببه لحد لما اخيرا بيقرر ان هو هيروح عشان يصطاده. لكن اول لما بيوصل عندهم بيتصدم ان الدب الابيض الكبير هو واتباعه اتقتلوا، وبيعرف ان اللي قتلهم ما كانش جعان لكن قتلهم بهدف ان هو عايز يقتل وخلاص. وبيبدا يشك في التعبان الضخم ده وبيلاقي دب صغير طالع من تحت الصخور، ولما بيقرب على اهله بيكون زعلان جدا ان هم اتقتلوا. والمنظر ده بيأثر في اوساتو جدا وبيدور على التعبان عشان يقتله. وبنشوف بعد كده كازوكي وسوزومي راحوا عند البيت بتاع اوساتو عشان يطمنوا عليه، فبيقول لهم واحد من المساعدين ان هو طلع مع روز في مهمه في الغابه عشان يصطاد الدب الابيض الكبير، وبيقولوا ان هو بقاله 10 ايام في المهمه الاخيره بتاعته. واثناء رجوعهم كازوكي بيكون قلقان جدا عليه، لكن سوزومي بتقول له ما تقلقش على اوساتو، وانا واثقه ان هو عايش ايام صعبه جدا اثناء التدريبات بتاعته واكيد هينجح في المهمه اللي هو طالعها. وبنرجع بعد كده لاوساتو مره ثانيه وبنلاقيه عمال ياكل عشان يتغذى ويستعد ان هو يواجه التعبان الضخم ده ويقتله، وبيكون جاهز رمحه عشان يبدا ان هو يصطاد بيه التعبان. وبيطلب من الارنب ان هو يدله على مكان التعبان، وبيقول له لو انت خايف تقدر تدلنا على طريقه وبعد كده تمشي لو عايز. وفعلا بيفضل اوساتو ماشي ورا الارنب لحد لما بيقدر يوصل لمكانه. والصدمه هنا لما اوساتو بيشوف الدب الصغير بيكون وصل عند التعبان عشان ينتقم لاهله، وبيقول ان هو مستحيل يقدر يعمل معاه حاجه لان التعبان ده مرعب جدا، حتى نظرات عينيه مخيفه. لكن بيقول ان مفيش اي حاجه مخيفه اكتر من عين روز، لكن التعبان على طول بيهجم عليه. واول لما بيقرب منه اوساتو بيخاف وبيدخل الرمح في عينيه وبيفضل يتألم، وعلى طول التعبان بيضرب اوساتو وبيطيره. لكن اوساتو بيستخدم سحر الشفاء بتاعه عشان يقدر يعالج نفسه من الضربه الاخيره. وبعدها التعبان بيقرر ان هو هيهجم عليه عشان يقتله، فبيقول اوساتو انا فرصتي اهجم عليه ناحيه عينيه اليمين اللي انا فقعتها لان دي هتكون نقطه ضعفه. وعلى طول بيمسك السكينه اللي معاه وبيجري بسرعه عشان يقتله، لكن واضح ان التعبان مرعب وبيكون عارف الخطه بتاعته. واول لما اوساتو بيقرر يهجم عليه بيلاقيه في وشه على طول، وبعدها بيعض ايديه واوساتو هنا بيفضل يصوت. ولحسن حظه ان الايد اللي عضها التعبان موجود فيها السكينه، وبيبدا اوساتو انه يستخدم سحر الشفاء عشان يضربه بيها. وفعلا التعبان الضخم ده بيتألم وبيقوم سايب ايد اوساتو، وفجاه اوساتو بيحس ان هو هيغمى عليه، وواضح كده ان هو اتأثر بالسم بتاع التعبان. فبيقول مش كفايه ان التعبان ده ضخم كمان بيطلع سم، لكنه بيعالج نفسه بقدرته السحريه. وبنشوف هنا التعبان بيقرر ان هو يضربه بديله، لكن الدب الصغير على طول بيتدخل وبيمسك ديل التعبان لحد لما اوساتو يقدر يوصل له ويقضي عليه. وفجاه بنلاقي اوساتو فوق دماغ التعبان وعلى طول بيضربه ضربه قويه جدا بايديه، فبيقوم بعدها مديله على دماغه وبيوقعه على الارض، وبيقوم ماسك الرمح اللي فقع بيه عينيه وبيقوم يطعنه بيه مره ثانيه، وبينجح فعلا ان هو يقضي على التعبان. وبنلاقيه واقع على الارض بعدها، لكن اوساتو ساعتها بيكون متدمر على الاخر. وبنشوف الدب الصغير قرب منه عشان يشكره، ومش بيقدر اوساتو انه يعالج اثار العضه بتاعت ايديه لانه استخدم كل المانا اللي عنده عشان يعالج السم اللي دخل جوه جسمه. والصدمه الكبيره هنا لما بيلاقي التعبان فاق مره ثانيه وعايز يهجم عليه، وبيبدا اوساتو انه يفكر في كل اصحابه وبيقول ان روز هي السبب وهي اللي وصلته لهنا، وبيفضل يشتم فيها. وفجاه بنلاقي روز ظهرت من العدم وقامت نازله على دماغ التعبان ده بضربه قويه جدا وبتقتله. وبيقول لها اوساتو هو انت جيتي هنا ازاي وازاي عرفت مكاني؟ فبتقول له كله بفضل الارنب لان الارنب ده احد اتباعي وانا كلفته ان هو يراقبك. وبتقول له ان كل الفتره اللي فاتت دي كنت عارفه كل تحركاتك وكنت براقبك من بعيد. وبتقول له بصراحه انا ما كنتش عاوز اظهر وكنت عاوزاك تعتمد على نفسك في المهمه كلها، لكن اول لما شفتك في خطر قررت ان اتدخل واساعدك. وبتقول له ان التعبان الضخم اللي انت حاربته من شويه ده ملك الشياطين هو اللي استدعاه. وبتقول له ان هو قوي جدا وان مجموعه من الجنود مش هيقدروا حتى يعملوا معاه حاجه. وبتقول له ان بعد حربنا الاخيره مع ملك الشياطين التعبان الضخم ده هرب جوه الغابه. وبتقول له انت فاجئتني بقوتك وانك قدرت تتعامل معاه. وبيقول لها انا كنت هموت بسببك. وبنشوف الدب الصغير بيقف في صف اوساتو، فبتقول له روز واضح كده ان الدب ده اعجب بيك، وبتطلب من الدب الازرق الصغير ان هو يشيل اوساتو لانه مش هيقدر يمشي بسبب الاصابه. وبنشوف بعدها روز بتكلم اوساتو بعد كده وبتقول له ان انت نجحت في المهمه الاولى بتاعتك ودلوقتي تقدر تقف جنبي في اي معركه انا هدخلها. وبتقول له ان انت لسه ما اتقنتش الاساسيات لكن عندك المقومات اللي تخليك تنجح في اي مهمه، وان جيش الشياطين هيهجم علينا قريب جدا. وبنروح بعد كده لمملكه ملك الشياطين وبنشوفه بيكلم قائده الفرقه الثالثه واللي اسمها ايميليا، وبيقول لها ايه اخبار الاستعدادات بتاعتنا؟ فبتقول له ان كله تمام ومستعدين للهجوم. فبيقول لها ملك الشياطين بعد كده انا مش عاوز اي اخطاء ومتوقع انك تقومي بالمهمه بتاعتك بنجاح. فبتقول له اوعدك ان انا اقدم لك كل اللي عندي عشان ننتصر في المعركه دي. ولما بتستعد ان هي تمشي بيجي واحد من امراء ملك الشياطين وبيقول لها انت متاكده ان كل حاجه تمام؟ وبيقول لها ان اخر مره خسرنا بسبب النقيب سي قائد الجيش بتاعهم، وبيقول لها ان احنا فضلنا نتريق عليهم لحد لما قدروا انهم ينتصروا علينا. وبيقول لها كمان خسرنا رغم الاصابات الكتيره اللي كانت عندهم، وده كان بسبب المقاتله روز اللي كانت بتمتلك سحر الشفاء وكانت دايما بتشفي كل المصابين الموجودين في الخطوط الاماميه. ورغم ان سحر الشفاء بيحتاج مانا كتير جدا لكن روز قدرت انها تستمر في علاجهم رغم ان جسمها كان مرهق جدا. فبتتضايق المقاتله ايميليا على الاخر وبتقرر انها تتحدى روز وتقتلها لما تشوفها في المعركه، وبتقرر هي كمان تكون موجوده في الصفوف الاماميه. وبعدها بنشوف اوساتو بيصحى من النوم وهو مش فاكر اي حاجه، وبعدها اوساتو بيخرج عشان يطمن على الدب الصغير وبياكله. وبعد كده روز بتقول له استعد بقى عشان تبدا تكمل التدريبات بتاعتك، وبيبدا ان هو يكمل تدريباته مع روز ورغم كل الاحمال الثقيله اللي بيكون شايلها بيكون شايل الدب الصغير ده فوقيه. وبتقول له روز لازم تتعود انك تشيل احجام ثقيله لان وقت المعركه هتلاقي مصابين احجامهم كبيره جدا ولازم تقدر تشيلهم وتجري بيهم بسرعه. وبتقول له كمان ان سيجلس استدعاه عشان يروح يتدرب مع كازوكي وسوزومي، وبيفرح اوساتو جدا
وتاني يوم بيستعد عشان يروح لمركز التدريبات. وفعلا اول لما بيدخل بيشوف سوزومي وهي بتتدرب، وطبعا سوزومي لما بتشوفه بتسلم عليه وبتقرر ان هي تسيب التدريب بتاعها وتروح تطمن عليه وتتكلم معاه. وطبعا بتكون مستغربه من الدب الغريب اللي موجود معاه، ولما بتحاول ان هي تلعب معاه على طول بيعض ايديها وتقريبا كده مش بيكون طايقها. وبعد كده بيستخدم سحر الشفاء بتاعه عشان يعالج اثار العضه اللي عضها لسوزومي. وبيسالها اوساتو بعد كده عن كازوكي، وبتقوله ان هو راح في دوريه استكشاف عشان يعرف الاماكن اللي ممكن الشياطين تهجم بيها على المدينه. وبعد كده بيقرر ان هو يسيبها، واثناء طريقه في الرجوع بيقف وبيقول ان انا كنت في العالم التاني ماليش اي لازمه، وجت فرصتي عشان اغير من حياتي. وبيقول ان انا هبذل اقصى جهدي عشان استخدم سحر الشفاء ده واعالج بيه المصابين اثناء القتال ضد الشياطين. وبالليل وهو نايم روز بتيجي وبتهدف عليه شنطه، ولما بيصحى بيفتكر ان هو بيحلم، وبتقول له يلا استعد عشان هتنضم للتدريبات بتاعه سوزومي. لكن كازوكي خلص التدريبات بتاعته، وفعلا بنشوف سوزومي هي كمان بتبدا انها تستعد، وواضح كده ان في تدريبات خاصه هياخدوها عشان يستعدوا للحرب ضد الشياطين. بعد كده اوساتو بيكون ماشي مع روز وبيسالها هو ليه لازم ينضم للتدريب ده، فبترد عليه روز ان هي حاولت ترفض مره بس سيجلس كان مصر على طلبه وقرر طلبه مره ثانيه وهي ما تقدرش ترفض طلبه، وبتطلب منه ما يجهدش نفسه ل3 ايام متواصلين. وبتفرح سوزومي جدا اول لما بتشوفه، خصوصا ان هو جايب بلورين معاه، فبيقول لها اوساتو ان ما كانش عنده خيار تاني عشان بلورين مش بيحب حد غيره. وبتعرف سوزومي على الباقي الفارس اوروكو وكورين الساحره، وبيشبه اوساتو على اوروكو، فبيقول له اوروكو ان هو شغال حارس البوابه جنب تدريبه على السيف. فبتقول روز ان سحر الشفاء مش جبار زي ما هي متخيله، وان هو بس بيعالج الجروح والاصابات، بس الموضوع بينتهي لو الشخص مات. وبتسيبهم بعدها وبتمشي، وبتنادي سيليا على كازوكي اللي بيبقى بيتدرب على السلاح، وبتقول له انت بتعمل ايه؟ فبيقول لها كازوكي انه بيتدرب. فبتقول له سيليا ان هو لسه راجع من التدريب امبارح وكان المفروض يرتاح النهارده. فبيقول لها كازوكي ان هو ارتاح الليله اللي فاتت وارتاح كويس جدا وبقى كويس دلوقتي. فبتقول له ياخد باله من نفسه ويرتاح، وبتسيبه بعدها وبتمشي. وبتتكلم سوزومي مع اوساتو وبتقول له ان كازوكي تعب جدا في التدريب امبارح عشان هزم وحوش كتير من غابه اسمها ظلام لينجر وبيطلع عليهم قطاع طرق. وكالعاده بتنبهر سوزومي، بس اوروكو بيتعامل معاهم وبيوقع زعيم العصابه بتاعهم على الارض في دقيقه. بس دي مش اكبر مشكله هتواجههم، لان المشكله الاكبر ان الخنازير البريه بتطاردهم وبيلحقهم بلورين. بس المشكله ان في خنزير منهم بيهجم على سوزومي وبيلحقها اوساتو وبيطير بيها وبينطوا بعدها في الميه. وبيلاحظ اوساتو ان ده نفس المكان اللي قابل فيه الدببه، وده معناه ان في شلال قدام. وبيقول اوساتو لسوزومي تاخد نفسها وبينزلوا تحت الميه، وبعد كده بيلاقوا مكان يستريحوا فيه عشان يرجعوا تاني يوم. واثناء طريقهم بيلاقوا القطه دي وبيسموها قردة السم. وبتبلغ بعد كده في المملكه ان سوزومي وكوزومي مفقودين لما واجهوا فريق الوحوش، وبيقرر كوزومي يطلع عشان يشوفهم فين، بس روز بتمنعه وبتقول له ان طالما اوساتو كويس يبقى سوزومي هو كمان بخير. وبينام اوساتو وبتصحيه سوزومي وبتقول له انها عايزاه في موضوع مهم، وبتساله عن رايه في العالم ده. فبيستغرب اوساتو وبتساله اذا كان عايز يرجع لبيته ولا لا، فبيقول لها اوساتو عايز ارجع ومش عايز في نفس الوقت. وبتبقى سوزومي مش عايزه ترجع لبيتها، وبتقول ان العالم ده ادالها قيمه اكبر بكتير من العالم اللي كانت عايشه فيه. وتاني يوم بيصحوا الصبح وبيتجهوا ناحيه القصر، وبيتفاجئوا ان بلورين جاي عليهم هو واوروكو، وبيقعوا على اوساتو وبعدها بيقوموا، وبتشد سوزومي ايد اوساتو عشان يرجعوا. وفعلا بيرجعوا مع بعض للمملكه، وبيشوفهم الملك لويدو بيعتذر اوساتو انه ورطهم في اللي حصل، وبيستوعب اوساتو انه اتكلم كتير، وبيتخض لما بيبص لروز وبيحاول يعتذر من كلامه. فبيسالوا الملك عن وضعه في تدريباته، فبيتفاجئ اوساتو وبيبص لروز وبيبقى محتار ومش عارف يقول ايه، وبيقول ان الوضع ماشي كويس وبيفرح ان كل حاجه ماشيه كويس. وبيبص لاوساتو وروز بتبتسم له ابتسامه مرعبه. وبعدها ملك الشياطين واتباعه بيبداوا غزوهم للمملكه، بس فجاه بينادي عليها واحد من الجنود لانهم بيشوفوا حد واقف على الناحيه الثانيه. فبتتفاجئ القائده وبتعرف انه مستطلع من جيش المملكه، وبتلف بسرعه تشوفه. فبيقول لها الجنود ان عندها حق، بس بتبتسم القائده وبتقول ان مش مهم لانهم حتى لو عرفوا مكانهم هيقدروا يغزوهم قبل ما المستطلع يعرف مملكتهم. بس فجاه بتترمي شجره بقوه كبيره وبتوقع الجسر، وبيتصدموا كلهم من اللي حصل. وبنتنقل بعد كده لاوساتو اللي بيكون رجع عند واحده عجوز عشان يشتري الفاكهه، وبتديله شويه زياده هديه منها. فبيفرح اوساتو وبيشكرها وبيمشي، وبيدوق الفاكهه في طريقه وهو ماشي وبيلاقيها طعمها حلو. وفجاه بيلاقي بنت صغيره بتمسكه من دراعه وبتوقفه، والبنت بيكون شعرها اصفر وبتكون شافته قبل كده كذا مره، والبنت دي ديلها بيكون ديل ثعلب. فبيستغرب اوساتو وبيسال البنت لو في حاجه ولو هي تايهه، بس البنت بتفضل ساكته وبعدها بتقول له بجديه ان هو الوحيد اللي هيقدر انه ينقذها. وبيكون اوساتو واقف مش فاهم حاجه، بس هي بتكمل وبتقول ان ده معناه ان هو بس اللي هيقدر يغير المستقبل. فبيستغرب اوساتو، بس فجاه بيتغير لون عين البنت من ازرق لبرتقالي شبه النار. وبيتصدم اوساتو لانه فجاه بيشوف حاجه غريبه زي جنود بيصوتوا من الوجع ومصابين اصابات خطيره، وبيكون واقف مصدوم. وبيكون في فارس اسود بيقتل الجنود دي، وفجاه بيشوف الفارس بيضرب سوزومي وبتقع ميتها على الارض، وبيكون كوزوكي كمان ميت، وبيكونوا الاثنين غرقانين في دمهم في مشهد مرعب بسبب الفارس الاسود. فبيتصدم من اللي بيشوفه وبتقع الفاكهه من ايديهم، وبيكونش عارف يتنفس كويس من الصدمه. والبنت الصغيره ما بتكونش في حالتها، واوساتو بيفضل واقف مصدوم من اللي هو شايفه. بعد كده اوساتو بيطلع يجري عشان يوقف البنت، وبيسالها عن اللي شافه، وبيفضل يفكر في اللي شافه وهو بيجري، وما بيكونش فاهم ايه اللي حصل للابطال. وبيفكر انه لازم يلاقي البنت ويسالها، وبعدها بيفضل يجري عشان يلاقيها، وبيقف يبص حواليه عشان يشوف هي راحت فين، بس البنت بتكون شايفاه من شباك البيت بتاعها. وبيفضل اوساتو يدور على البنت وبيسال عليها الحراس، بس للاسف
للاسف مش بيلاقيها خالص، وبتيجي روز وبتساله ايه الدوشه اللي انت عاملها دي، وبيترعب اوروكو الحارس وبيمشي على طول، وبيقول اوساتو ان هو خايف من روز كالعاده، بس اكيد عشان في سبب، فبتضربه على وشه وبتشعلقه في الهواء وبتنزله بعدها على الارض. وبيسالها اوساتو كانت فين كل الوقت ده، فبتقول له روز انها كانت في المدينه بتستكشف جيش ملك الشياطين عشان هيبنوا جسر وهيعبروا منه عندنا، وعشان كده هي دمرت الجسر عشان يكسبوا شويه وقت ويجهزوا نفسهم. وبيسال اوساتو روز عن البنت الثعلبه، فبتقول له روز انها ما تعرفش كتير عنها، بس ظهرت في المملكه من سنتين تقريبا، واتفاجئت روز وقتها لما لقيتها اتخلصت من قطاع الطرق اللي طردوها بحركه بسيطه جدا. فبيستغرب اوساتو ان قطاع الطرق كانوا عايزينها، فبتقول له روز ان قطاع الطرق بيعتبروا الاجناس التانيه زي الذهب كده وممكن يكسبوا من وراهم كتير جدا. فبيسالها اوساتو بيقول لها هل ممكن يوروكي اوهام من المستقبل؟ فبتستغرب روز وبتقول له ان الثعالب بيقدروا يشوفوا المستقبل فعلا، بس ده بيكون نوع نادر جدا موجود في محميه الاجناس الوحشيه. وبتقول له روز انها هتروح تزور الملك لويد وبتقول له يطلع للبيت. وبنشوف بعدها الملك لويد وهو بيتاسف لروز لانه كلفها بمهمه خطيره جدا بس كان عارف انها قدها. فبتقول له روز ان كلامه ده ملهوش داعي، بس هي متاكده انهم بيحاولوا يبنوا جسر جديد في الوقت اللي بيتكلموا فيه ده وهينتهوا منه خلال كام يوم. فبيقول لها الملك ان هو هيعلن النوايا بتاعتهم بكره للجنود والموظفين، وبيأمر الملك المساعد سيرجيو يقوم بالتجهيزات بتاعته، وكمان الملك بيأمر سيجلس يستدعي سوزومي وكازوكي النهارده عشان لازم يعرفوا اللي حصل. وبيستغرب سوزومي وكازوكي من الاستدعاء المفاجئ ده، بس بيكملوا طريقهم عشان يشوفوا الملك. وبيقابلوا سيليا في الطريق وبتقول لهم ان ابوها مستنيهم ولازم يروحوا دلوقتي. وبنرجع بعد كده لاوساتو لما بيطلع البيت وبيحاول ينام لكنه ما بيعرفش، وبيفتكر المستقبل اللي كان شافه، وبيفتكر كمان كلام البنت واللي هو الوحيد اللي يقدر يغير المستقبل ده، وبيفضل يفكر يا ترى تقصد ايه، هل فعلا في طريقه عشان يمنع اللي هو شافه، وهل هو فعلا هيقدر يغيره عشان كده هي قالت له، ولا كانت تقصد ايه بالظبط. وبيلاقي ضوء ظهر من الشباك وبعدها بيختفي، وبيطلع كازوكي وبيقول له ان هو عايز يتكلم معاه، وبيقول له كازوكي ان الملك استدعاهم النهارده وقال ان الحرب ضد ملك الشياطين هتبدا قريب ولازم يستعدوا، وان كالعاده سوزومي كانت متحمسه جدا بس هو الفكره نفسها خلته ما يعرفش ينام وفضل صاحي عشان كده فكر يتكلم معاه لانه خايف ومرعوب. حتى لما طلع من القلعه عشان يحارب الوحوش كان عنده نفس الشعور، بس لما قدر يهزمها عرف ان هو كان ساذج جدا وقتها وكان مكبر الموضوع، بس لما شاف سكان المملكه بيعاملوه كويس وبلطف كان خايف ان هو ما يكونش قد التوقعات اللي رسمينها له، وده اللي مخوفه جدا. وبيحاول اوساتو يمدح فيه وبيعرفه ان هو شخص كويس جدا وهينجح في اللي هيعمله، وان فكره ان الكل متوقع منك حاجه كبيره ده اللي مخوفك، بس ده مش معناه انك مش هتنجح. وبيساله كازوكي عن رايه في كل ده، فبيقول له اوساتو ان هو هيمشي وهيحارب جيش ملك الشياطين وهينقذ المصابين. وبيساله كازوكي طب انت مش خايف؟ فبيقول له اوساتو ان هو خايف جدا بس خلاص خد قراره. فبيستغرب كازوكي وبيقول له ان هو ممكن يموت، بس اوساتو بيقول له ان هو لما جه العالم ده جه بالغلط، بس لما قابل ناس كتير ما يعرفهمش شجعوه على رحلته، وده اداله امل ان هو يساعدهم وينقذهم. وبعدها كازوكي بيمشي وبيشكر اوساتو على كلامه وبيقول ان هو كمان شخص كويس. وبعدها بيطلع اوساتو للبيت وبيقول لنفسه ان اسوأ حاجه ممكن تحصل هي النبوءه لو حصلت، وبيقول انه مبقاش مهتم باللي هيحصل لانه بقى عارف ايه اللي لازم يعمله، وهو انه ما يسيبش كازوكي او سوزومي يموتوا. بنكمل بعد كده مع جيش المملكه لما اتحركوا عشان يوصلوا لمكان المعسكر، وبيكون معاهم فريق الانقاذ، وبتزعق روز لان المكان بيكون بعيد وهم لسه ما وصلوش لنص الطريق حتى. فبيقول لها تونج ان السبب هو انهم ما ينفعش يكونوا قريبين قوي من جيش المملكه، وجيش ملك الشياطين عاوز يحتل المملكه بتاعتهم. فبيسال اوساتو اللي بتسوق العربيه الشياطين دول شكلهم ايه، فبتقول انهم شياطين شبه البشر بس قوتهم الجسديه اكبر وعندهم مانا اكتر. وروز بتبص له وبتقول له هو انت خايف، لكنه بيبتسم وبيقول لها انه عارف حاجه بتخوف اكتر منهم وبيبقى قصده عليها، وبتفهم روز ده وبيفتكرها اوساتو هتضربه بس ما بتعملوش حاجه. وبنرجع بعد كده بفلاش باك ل5 سنين فاتوا لما روز وزمايلها كانوا في اجتماع مع الملك، وبيشكرهم الملك على حضورهم، وبيقول الملك لروز ان هو وصلت له تقارير عن رؤيه الشياطين في الاراضي الخضراء عند غابه ظلام لينجر، وان هم لسه ما بداوش الهجوم بتاعها بس ما حدش عارف الضحايا بتوعهم ممكن يظهروا امتى، وعشان كده الملك بيفكر ان هو يعين حراس على الناس اللي هتعدي من الاراضي الخضراء. وبيكمل الملك وبيقول ان هو هيسيب التفاصيل للضابط الاعلى رتبه والجنرال عشان يوضحوا لهم اكتر، وبيحذرهم الملك من قوه الشياطين وان هم لازم ياخدوا حذرهم. وبتمشي روز وبيروح سيجلس وراها وبيسالها ايه رايها في تحركات الشياطين، فبتقول روز انها ما تعرفش، وبيسالها سيجلس تاني معقول بيفكروا في الهجوم بس صعب يكونوا جمعوا كل القوه دي في الوقت القصير ده. فبترد عليه روز بتقول له انها امكانيات مش اكتر، فبيرد عليها سيجلس ان هو هيحاول ان القوات تبقى جاهزه في اي وقت. فروز بتقول له ان ده ممكن يبقى مضيعه للوقت وما فيش اي هجوم، بس سيجلس بيقول لها انهم لازم يبقوا مستعدين لاسوأ سيناريو ممكن يحصل. وبيوصلوا بعدها لارض المعركه، وروز بتلاحظ ان قائد الرياح بيستعمل درع الرياح وبيهجموا الاثنين على بعض بقوه كبيره جدا. فبيتفاجئ قائد الرياح ان في بشريه عاديه تقدر تعمل كده، بس روز بتتضايق وبتقول له يخرس وبتهاجمه بقوه كبيره وبترميه بعيد، وبيفضلوا يحاربوا بعض بس روز مش بتقدر تصيبه اصابه قويه وبتتعور في رجليها بسبب قائد الرياح. وروز بتجري ناحيته وبتفضل تحاول تضربه، وبيكون القائد متفاجئ لان دي اول مره يشوف انسان بالقوه دي، وبيقول لها انها تستاهل المدح رغم انها عدوته. فبتقول روز ان هو يقدر يرغي زي ما هو عايز بعد ما تكسر عظمه، وفعلا بتقدر تكسر دراعه. فبيتفاجئ وبيبعد عنها، وبتقول روز ان ده مش كفايه عشان يوقفها، وبتمشي عشان تطلع من هجومه اللي بيحاوطها، وبتزيد هالته الشيطانيه وبيكون عايز يدمر البشر حتى لو اتحولت اجسامهم لغبار. وبتحاول روز تحرر نفسها منه لكنه
لكنها مش بتقدر. وبيقول ارجنسي انهم بيكونوا سيوف ملك الشياطين وانهم هيموتوا اعدائهم وهيدمروهم حتى لو اتحولوا لتراب. وفجاه بيقتل ارجنسي الشيطان ناركو قدام الكل وده بيصدمهم كلهم. وبيكون ارجنسي مصدوم من اللي حصل وما بيقدرش يدافع عن نفسه. وبيوقف روز وبتكون متعصبه جدا وبتحاول تستحمل وتكمل عشان تقتله. بس فجاه بتظهر شيطانه صغيره وبيخاف جدا وبيقرر يهرب. وبتستغرب روز من اللي حصل. وبنروح بعد كده للقائده ايميليا واللي بيكونوا اخيرا خلصوا بناء الجسر اللي كسرته روز وبيكونوا جاهزين عشان يروحوا للمعركه. وبتكون ايميليا عارفه انهم متاخرين شويه بس بتبقى متاكده انهم هينجحوا وبتفتكر في انهم يعملوا كده عشان معامله ارجنسي كمان. وبيجي الفارس الاسود من وراهم وبيبقى عايز يراقب الوضع قبل ما المعركه تبدا. وبتوافق ايميليا وبتقول له يعمل اللي هو عايزه. وبيكون الفارس الاسود من البشر وبتقول ان ممكن المعركه تخلص بسرعه بس بتقول لها ايميليا تاخد بالها رغم انها مش بتشك في قوتها. بس بتقول لها ان في بشر على هيئه وحوش. فبتقول الفارسه السوداء ان ده لو حقيقي هيكون ممتع وبتضحك ضحكه شريره وبتظهر هالتها الشيطانيه. وبنكمل بعد كده مع فرسان المملكه اللي بيكونوا وصلوا للمعسكر وفريق روز بيكونوا نايمين كلهم ما عدا اوساتو اللي ما بيكونش عارف ينام. وبيقرر يطلع من الخيمه ويقف شويه في ساحه المعركه. وبيتفاجئ لما بيشوف سوزومي موجوده كمان واللي بنلاحظ انها لابسه نفس لبس روز. وبيسالها اوساتو عن اللي بتعمله بره في وقت زي ده. فبتعرفه سوزومي انها بتتمشى مش اكتر. والصبح بتبدا المعركه الحقيقيه وجيش ملك الشياطين بيهزموا عدد كبير جدا من جنود روز. وبيتفاجئ الجنود لما بيلاقوا روز طايره وهي شايله فارسين معاها. وبنرجع مع اوساتو اللي بيعالج الفارسين وبيكون واحد منهم شايله روز. وبتعرف سوزومي وكازوكي انهم محتاجين يهزموا الفارسه السوداء دي بسرعه مع الجنود اللي بيقتلوا بقيه الشياطين. فبيسالها كازوكي ازاي هزموا الفارسه لانهم مش هيقدروا يعملوا حاجه بسبب الدرع اللي بيعكس الضرر ده. فبتقول له انها عايزه تجرب حاجه رغم انها خطيره. فبيتفاجئ كازوكي وبعد محاولات كتير بتعرف سوزومي ان الفارسه السوداء ما بتعرفش تعكس الهجمات اللي ما بتقدرش تشوفها او تحس بيها. وبتقول لكازوكي يهاجم لان المفروض هجومهم ينجح دلوقتي لانها قدرت توقف قدره الفارسه بسبب الاصابه القويه اللي خلتها تنزف. وبيمسك كازوكي سيفه وبيجري ناحيه الفارسه وبينط وبيهاجمها بس دي للاسف بتكون خدعه وبتعكس الطعنه على كازوكي وبينزف من بقه. وبيقول لها الفارس المقدس اوعي تكوني مفكره ان مش مهم لو قدر يشوف او يحس بالهجوم لان عكس الضرر بتاعه مش تلقائي بس بيكون برغبته وانه ما عكسش الهجوم اللي عملته سوزومي عن قصد. وبتحاول سوزومي تصيبه بس بدون فايده وبتعتذر لكازوكي وبتقع على الارض مهزومه. بعد كده بنروح لعالم الابطال السابقين لما كانوا في المدرسه وكازوكي بيهني سوزومي لانها نجحت انها تغير قوانين المدرسه. فبتقول له ان ده بسبب الوثائق اللي عملها وانه بيعتمد عليها. فبتعرفه انها ما عملتش حاجه وان السبب ان المدرسين واثقين فيها وحاطين امال كبيره عليها. وبتفتكر سوزومي لما كانت مبسوطه لما استدعوهم للعالم ده وكل اللي فكرت فيه هي انها تبدا بشكل جديد بس كانت شايفه ان اوساتو مختلف وكان واضح انه كان عارف اللي المفروض يعمله عشان يعيش في العالم ده. وبنرجع تاني لسوزومي بعد ما انهزمت من الفارسه السوداء وبيفرح الشياطين لان الفارسه السوداء هزمت الابطال زي ما توقعوا منها وبيفرحوا انهم نجحوا. وبيحرك الفارس المقدس سيفه جنب سوزومي عشان يقتلها بس فجاه بيظهر اوساتو واللي بيكون بيجري بسرعه كبيره وهو متخفي في ساحه المعركه وبينط بسرعه وبيضرب الفارسه السوداء وبيطيرها بعيد عن اصحابها. بس بيلاحظ ان كازوكي لسه عايش فبيفرح انه وصل في الوقت المناسب وبيجري بسرعه عشان يعالجهم. وفجاه سوزومي بتشوف ضوء بيخترق الظلام ولما بتفتح عينيها بتلاقي ان ده سحر اوساتو واللي بيعالجها. وفجاه بيقوم الفارس الاسود وهو متضايق لان الضربه وجعته جدا وبيضربوا اوساتو تاني. وبنشوف انه قدر يكسر قناع الفارسه وبتتضايق الفارسه السوداء اكتر وبتظهر هاله اقوى من الاول وبتجدد دراعها بس على مين بيقدر اوساتو يخلص عليها وبينقذ اصحابه. بس بعدها بيفقد الوعي وبيقع على الارض وبتيجي روز وبتنقذه وبتعرفه اللي حصل لما بيفوق. فبيتفاجئ اوساتو وبيفكر كل اللي حصله من اول لما استدعوه بالغلط للعالم ده وكل الحاجات اللي شافها وعدى بيها وكل الحاجات اللي قابلها واللي حصل كمان في ساحه المعركه وبيتاثر بالذكريات وبيعيط. فبتتريق عليه روز وبتقول له انه طلع طفل اكتر مما توقعت وبيعرفها انه كان خايف جدا. فبتعرفه روز ان حتى الشياطين كانوا بيخافوا وشافوا ناس كتير بتموت بس اوساتو بيعرفها انه مبسوط انه قابلها وقدر يساعد الناس. فبتتفاجئ روز وبتبتسم وبتعرفه انها كانت تعرف اشخاص قبل كده قالوا نفس الحاجه وبتعرفه انهم في ذكرياتها وبتقول له روز انه محتاج يرتاح وبتسيبه عشان ينام. بنكمل بعد كده مع اوساتو واللي بيكون قاعد مع بلورين وبيحكي لنا ايه اللي حصل وان قد ايه الوضع كان صعب لما الملك لويد قال لهم انه هيديهم مكافاه واستدعاه عشان ياخدها. بس هو كان متوتر جدا لانه اول مره يقف قدام العدد الكبير ده من الناس. بس هو كان مبسوط رغم ده لانها اول مره ياخد فيها مكافاه لانه ما اخدش قبل كده في عالمه التاني. وبيبص لبلورين اللي قاعد بياكل وهو بيسمعه وبيساله لو زاد وزنه. فبيتفاجئ بلورين وبيعرفه انه ما زادش بس اوساتو بيفضل ملاحظ ان وزنه زايد وبيتضايق منه بلورين. وبيجي واحد من رجاله روز بيعرفه ان في ناس عايزينه من القلعه وبيقول له يروح بسرعه عشان شكلهم مستعجلين جدا. فبيساله اوساتو عن اللي يقصده بس ما بيرضاش يقول له حاجه وبيسيبه وبيمشي. بنتنقل بعدها لاوساتو لما بيعدي من المدينه وبيكون الناس كلهم متجمعين حواليه لانه من فريق الانقاذ وبيكون اوساتو واقف مصدوم ومتوتر وما بيكونش عارف يعمل ايه وبيفضلوا يدوا له حاجاته وبياخدها. وبنلاقي ان البنت اللي شافت المستقبل عدت من عنده كمان. وبيوصل اوساتو عند القلعه وبيتفاجئ اوروكو لما بيعرف ايه اللي حصل لاوساتو بس بيتبسط لان قوته وشجاعته ملهاش حدود وهو انقذ عدد كبير جدا من الجنود في المعركه. واوروكو حمى فريق الانقاذ هو كمان فكل واحد عمل دوره وبيقول له اوساتو ان هو هيعتمد عليه اكيد لو احتاج حارس شخصي. وبيفرح اوروكو جدا من كلامه وبيعرف اوساتو ان اوروكو شاطر في السحر والسيف كمان ولو عايز ينضم للفرسان الملكيين فهو هيساعده. بنتنقل بعد كده مع اوساتو عند الملك لويد واللي بيعتذر له انه
استدعاه تاني بسرعه وبيعرفوا انهم عاوزين قوته. فبيسالوا اوساتو عن اللي هيعمله، فبيقولوا الملك انهم عايزينه يساعدهم في استجواب الفارسه اللي مسكوها. فبيستغرب اوساتو وبيقول له جلس. رغم ده فهم ما خدوش منها اي معلومه مفيده من اللي هم عايزينها، وانهم عاوزين يعرفوا نظام سحر ضباط القياده وقوتهم. وبتكون الفارسه قالت لهم انها عايزه تقابل اوساتو. فبيتفاجئ اوساتو جدا من الكلام اللي هو سمعه. وبنروح بعد كده لسوزومي اللي بتكون اتطوعت عشان ترافق اوساتو وهو رايح يقابل الفارسه، وبتفضل تحكي له على سحرها وانها هتقدر تحميه لو حاولت الفارسه تعمل اي حاجه. وبيستغرب اوساتو لان هم كانوا مفهمينه ان الفارسه متعاونه معاهم. وبتفتكر سوزومي لما الفارسه هزمتها وبتزعل جدا، وبتكون عارفه ان روزو واوساتو هم اللي قدروا يهزموها. فبيشكرها اوساتو انها قالت كده، وبيعرفها انه عايز يعرف ازاي الفارسه قدرت تقف قدامهم. فبتقول له ايميليا ان الفارسه عندها توافق مع السحر الاسود، ومن الواضح كده ان السحر ده لغى سحر الشفاء بتاعه. فبيفهم اوساتو انهم بيوزنوا بعض، وبيسال اوساتو لو ادوا للفارسه رعايه طبيه. فبيقول له الفارس التابع للويد انهم ما ادوهاش لانها لابسه الدرع الاسود. وبيجري اوساتو وبيقف بسرعه قدام زنزانه الفارسه وبيسالها اذا كانت مصابه. فبتقول الفارسه ايوه، وبتبقى مصابه من كل هجمه بشكل مباشر، وده اثر عليها جدا. وبتتريق عليها سوزومي وبتقول انها نرجسيه. فبيقول لها اوساتو تسكت خالص، وبيسال اوساتو الفارسه هي ليه كانت عاوزه تشوفه. فبتقول انها كانت عايزه تشوف وش الفارس اللي خسرت قدامه. وبيقرر اوساتو في النهايه يدخل لها ويعالجها. وتاني يوم بيروح اوساتو يقابل روز واللي بتجري بسرعه ناحيته وبيتكلموا مع بعض. وبتعرفوا روز انها هتدربه تاني لان جيش ملك الشياطين احتمال يهجم تاني. فبيفرح اوساتو وبيقول لها ان هو عايز يتدرب عشان يرفع مستوى سحر الشفاء عنده لانه لسه مش عارف يعالج الامراض المعقده. فبتعرفوا روز ان دي مهاره صعبه جدا بس ممكن يكتسبها مع الوقت. وبيسالها اوساتو لو في تدريبات جسديه. فبتعرفوا انه مستواه الجسدي دلوقتي كويس بالنسبه لقدراته. وبتدربوا روز على سرعه الاستجابه، وبتقول انها هتدربه ولازم هو يحاول يتفاداها. وبيقلق اوساتو جدا بس ما بيقدرش يعترض على كلامها. وبتساله لو يقدر يشفي نفسه وبتبتسم. وبتقول له كمان ان هو ما يعرفش يشفي نفسه من الفرسان اللي شكلها. وبتشيل روز وبترميه في الهواء، بس اوساتو بيفعل سحر الشفاء بتاعه. واول لما بينزل على الارض بيلاقي روز في وشه وبتضحك ضحكه شريره وبتضربه ضربه قويه جدا. وبيفوق اوساتو تاني يوم وبيلاقي نفسه قاعد جنب العصافير، وبيفرح ان كان كل ده حلم مش اكتر. وبيتصدم لما بيلاقي روز جنبه، وبتقول له هنبدا التدريب بما انك خلاص صحيت. وبتضربه تاني ضربه اقوى من الاول. وبنتنقل بعد كده لاوساتو اللي بيكون بيحكي للفارسه كل ده في الزنزانه. وبيقول ان المره دي عدى عليه 3 ايام كاملين بيتدرب. وبيعرفها ان هو كان لازم يتفادى ضربات روز عشان ينجو بحياته. وبيقول لها واضح كده ان روز نسيت الهدف من تدريبه اصلا. وبيسالها اوساتو عن اللي ناويه تعمله. فبتقول له ان مش هي اللي هتقرر في وضعها الحالي، وبتبقى عايزه تساله عن حاجه بس فجاه بتتوتر وبتقول له يمشي من عندها بسرعه. وبنتنقل بعد كده للملك لويد واللي بيكون استدعى روز وبيشكرها انها جت وسمعت كلامه. وبيقول لها ان هو عايز يسالها عن حاجه. وبنرجع لاوساتو واللي بيكون ماشي في طريقه للقلعه وبيفتكر اللي حصل في ساحه المعركه لما هزم الفارسه. وبيروح يشوف كازوكي وهو بيتدرب، وبتبقى الاميره سيليا معاه وبيقف معاها اوساتو وهو بيراقب كازوكي والحركات اللي بيتدرب عليها. وبتعرفوا سيليا ان كازوكي كان عايز يزود سحره بس حذرته لان هو كده بيرهق نفسه جدا. وبيستغرب اوساتو من كلامها وبيلاحظ كازوكي ان اوساتو موجود. فبيوقف التدريب وبيقعدوا يتكلموا مع بعض. وبيعرفوا اوساتو ان هو سمع من سوزومي انه خلى الفارسه تتاثر وتعيط. فبيقول له اوساتو ان هو ما عملهاش حاجه وان هو كان بيعالجها بس. وبيضحك كازوكي. وبتعرفوا سيليا ان سوزومي قالت ان اوساتو فعل الاشاره مع الفارسه. فبيضحك اوساتو وبيقول لها ما تاخدش كل كلام سوزومي بجد. وبيعرفوا كازوكي انهم قدروا يجمعوا المعلومات اللي محتاجينها عن جيش ملك الشياطين. وبيفرح اوساتو جدا بالاخبار دي. وبتفرح سيليا هي كمان لان ثقتها في اوساتو وكازوكي وابوها بتزيد كل يوم اكتر واكتر. وبيفضل كازوكي يمدح في اوساتو كتير وبيقول له بسبب وجودك كنا خسرنا في المعركه وانت اللي انقذتنا منهم. وبيتحرج اوساتو لما بيسمع الكلام وبيقوم يمشي. وبيفضل اوساتو يفكر في مصير الفارسه اللي خلاص ادتهم المعلومات اللي محتاجينها. وبيختفي ليفكروا يعدموها. في نفس الوقت اللي الفارسه بتكون قاعده مستغربه اللي اوساتو بيعمله وما بتكونش عارفه ليه هو بيزورها. بس بتتفاجئ بروز اللي بتعرفها انها القائده بتاعه اوساتو اللي كان بيتكلم عنها ولابسه نفس لبسه. وبتعرفها روز انها اول مره يتقابلوا وانها ما كانتش هتجيلها لو ما كانش الملك لويد طلب منها ده. فبتسالها الفارسه عن اللي هي عايزاه. فبتقول لها روز انها قدامها خيار من 2، اما تفضل في الزنزانه دي على طول، لكن الفارسه ما بتخليهاش تقول النقطه الثانيه. وبتقول لها الفارسه تقتلها. فبتقول لها روز ما تستعجلش وان صبرها قليل. وبترمي المفتاح وبتفتح الزنزانه. فبتقلق الفارسه وبتتوتر جدا. وبتعرفها روز ان الخيار الثاني هيسبب متاعب كتير ليها لانها هتاخدها تحت جناحها وتحولها لبشريه او الاصح شيطانه سويه. فبتتفاجئ الفارسه من اللي بتقوله روز وبتضربها روز في دماغها. فبتدوخ الفارسه وبتقع من الضربه. وبتعرف روز ان سحر الشفاء بيشتغل عليها فعلا. وبتعرف ان الملك لويد بيكره يقتل السجناء ولو كانوا بيعملوا مشاكل زي الفارسه. وبتعرفها روز انها عارفه ان الشياطين بيهتموا ببعضهم جدا وان الاعداء اللي عايزين ينتقموا بيكونوا اسوأ حد يتعاملوا معاه. فبتتفاجئ الفارسه وبتسال روز ايه اللي حصل للمانا. فبتديها روز اداه سحريه وبتعرفها انهم يقدروا يرموها في السجن بس لو عملوا ده هتكون مضيعه للوقت والموارد كمان واحسن حل انها تبقى طيبه. فبتسالها الفارسه وان كانت ناويه على ايه. فبتضحك روز وبتخاف منها الفارسه جدا وبتخبطها روز في دماغها. فبتقع الفارسه على الارض تاني. وبنروح بعد كده لاوساتو اللي بيكون بيجري عشان يخلي بلورين يتمرن ويجري معاه. وبيكون مبسوط بلورين انه هيخسر وزنه بسرعه على الوضع ده. بس فجاه بتظهر روز وهي شايله الفارسه وبتزعق لاوساتو لانها قالت له امبارح انه تعبان وما يعملش حاجه وكمان قالت له يرتاح. وبيستغرب لما بيلاقيها شايله حد. وبيتصدم لما بيشوف انها روز ومعاها الفارس الاسود. فبتقول ان الفارسه اغمى عليها ومفيش داعي للخوف. فبيخاف اوساتو منها. وبتصحى الفارسه وبتتفاجئ لما بتشوف اوساتو واللي بيضحك على اللي هيحصل لها وهي بتترعش. وبتكون روز في مكتبها وبيروح لها اوساتو وبيسالها عن المعاناه والحاجات اللي هتعملها. وبيعرفها ان زمانها كانت نايمه دلوقتي في اوضتها. فبتعرفه روز ان هو هيفهم لما تبدا في تدريبها. وبيسالها اوساتو عن اللي عايزاه
عايزاه منها، فبتقول انها عايزه تدربها، وبتعرفه روز ان لويد قال لها ان الممثلين اللي اختارهم لويد بيكونوا هم الابطال الثلاثه. فبيتفاجئ اوساتو وما بيكونش عارف السبب اللي اختاروه علشانه، فبتعرفه روز ان الملك شايف انه يقدر يعمل المهمه دي، وبتعرفه ان عندها نفس الراي وان لسه قدامه وقت قبل ما يمشي، وبتقول له يستعد. بنروح بعد كده لاوساتو اللي بيشتري حاجه من المدينه، وبيشجعوه على مهمته وبيعتذروا له على حماسهم اخر مره، وبيفكر اوساتو وهو ماشي ان سكان المملكه دول طيبين جدا. وفجاه بنشوف سوزومي وبتنادي عليه وهي مبسوطه، وبتقول له ان اكيد القدر جمعهم مره ثانيه. بس فجاه اوساتو بيلاحظ البنت الثعلبه وبيجري بسرعه ناحيتها وبيمسكها وبيرفعها وبيقول لها انهم محتاجين يتكلموا، وبتعرفوا البنت انها كانت مستنياه وان جه وقت رد الدين ليها. فبيستغرب اوساتو وبتطلب منه البنت بهدوء انه يعالج والدتها. بعد كده بتتفاجئ سوزومي لما بتشوف الديل عند البنت الثعلبه، وبتعرف البنت الثعلبه اوساتو ان هو الوحيد اللي تقدر تعتمد عليه. فبيستغرب اوساتو من كلامها، وبتكون سوزومي مش فاهمه اي حاجه ومع ذلك متحمسه ومش مركزه مع كلامهم، وبيتضايق منها اوساتو وبيزعق لها عشان عامله ازعاج. وبنعرف ان البنت الثعلبه دي اسمها اماكو، وانه زي ما هو شايف هي من فصيله الثعالب، وبتعرفه انها عايزه يكملوا كلامهم لوحدهم. بنروح بعد كده للفارسه اللي بتكون تعبانه جدا، وفجاه بيزعق لها تونجو وجامولا عشان تعدي من طريقهم، وبيجروا من جنبها بسرعه كبيره وبيتريقوا انها شيطانه ومش قادره تبقى في نفس سرعتهم رغم انها شيطانه. فبتتضايق وبتقول له ما يقارنهاش بالغيلان اللي زيهم، وبيزعقوا لها لانهم بشر مش غيلان. وفجاه بيجروا كلهم وبيسبقوها، وكالعاده بتتهزق، وبتكون الفارسه شايفه انهم مخلوقات غريبه، وبتقع بعد كده على الارض وما بتكونش قادره تكمل، وبتفكر انها هتموت بس بتيجي روزو وبتضربها وبتعلقها حرفيا وبتزعق لها وبتخليها تشيل حجر ضخم وتكمل جري. بنرجع بعدها لاوساتو اللي بيكون مع اماكو وسوزومي، وبيكونوا قاعدين في مقر فريق الانقاذ، وبيعرف اوساتو اماكو انها مش محتاجه تقلق لان الباقيين بيتدربوا بره، وبتفضل سوزومي مركزه معاهم وبتقول انهم ابطال بجد. فبيستغرب اوساتو وبيسال اماكو لو هي متاكده ان هي عايزه تتكلم في وجود سوزومي، فبتعرفه اماكو ان مفيش مشكله لانها متاكده ان البطله هتحافظ على سرها، فبتعرفها سوزومي انها تحافظ عليه. وبيعرف اوساتو ان اماكو بتكون عارفه سوزومي، فبتاكد له اماكو انها تعرفها وتعرف ان اسمه اوساتو وانه بيستعمل سحر شفاء غريب كده، وبتعرفه ان اسئلتها كتير، وبيبدا اوساتو يسالها عن المستقبل ورؤيتها ليه انه من الابطال. فبتتفاجئ سوزومي انه شاف رؤيه، وبتعرفه اماكو انها كانت لازم توريه ان الابطال كانوا هيموتوا والمملكه هتقع. فبيقول لها اوساتو انها كانت رؤيه تنبؤيه فعلا، وانه فعلا هي عندها سحر بيخليها تشوف المستقبل. وبتعرفه اماكو انها شافت ده من سنه، بس هي ما قدرتش تتخلى عن الناس اللي اهتموا بيها هنا، والاهم من كده انها ما كانتش عاوزه تخسر بعد ما قدرت تلاقيهم اخيرا. وبيفهم اوساتو انها كانت بتدور على حد يشفي والدتها، وبتعرفه اماكو ان ده السبب اللي خلاها تسيب منطقه فصائل الوحوش. وبتكون سوزومي عارفه ان منطقه الوحوش بعيده، وبتعرفهم اماكو وهي زعلانه انها ما قدامهاش غيرهم دلوقتي عشان تقدر تنقذ امها واللي ما فتحتش عيونها من وقت طويل، وعشان كده هي بتدور على حد يعالجها، وانها سابت منطقه فصائل الوحوش لان البشر بس اللي ممكن يتولدوا بسحر الشفاء، بس ما فيش بشر يوافق انه يساعدها. وبيفهمها اوساتو انه ما يقدرش يشفي الامراض المعقده، فبيسالها اوساتو ليه ما طلبتش ده من روز لانه كان متاكد انهم كانوا هيساعدوها من غير ما تتردد. فبتعرفوا اماكو عشان بتخوف، وكمان شافت رؤيه ليها وهي بترفض طلبها وكمان مش عايزه تساعدها. فبتفهم سوزومي ان ده منطقي بسبب منصب روز وغيره من الحاجات، وبيفهم اوساتو من كده ان هو بس اللي فاضل عشان يساعدها. وبتعرف اماكو من اول اللحظه اللي شافته فيها ان هو هيروح معاها ويساعدها، وانه كان واضح ليها انه من نوع الاشخاص الطيبين، وعشان كده شافت مستقبله، وبتطلب منه يروح معاها لمنطقه فصائل الوحوش عشان ينقذ والدتها. فبتقول لها سوزومي ان ده طلب صعب لان اوساتو بقى شخصيه مهمه في المملكه دي دلوقتي. فبتزعل اماكو، بس اوساتو بيقول انه ممكن يقدر على كده، وبيسال سوزومي لو ما سمعتش عن رحلتهم عشان يوصلوا الخطابات وهما ممكن يقدروا يعدوا على منطقه فصائل الوحوش في طريقهم. وبيقول اوساتو لاماكو انها تستنى شويه، فبتوافق وبعدها اوساتو بيقوم، بس قبل ما يطلع من المكان بيقول لاماكو تطلب المساعده بصوت عالي لو حس بتهديد من سوزومي. فبتضحك اماكو على كلامه، وبيعرف اوساتو من روز ان اماكو بتكون عرافه بس ما بتصدقوش، وبتعرفه انها تحتاج تعرف الملك لويد على طول. فبيتفاجئ اوساتو ان الموضوع جد كده، فبتعرفه ان الموضوع مهم لان في الوقت ده العرافين مسؤولين عن الكوارث ونقل المعلومات لجنس الوحوش، ولو ده كان حد منهم في مملكتهم فده ممكن يسبب حرب مع منطقه فصائل الوحوش، وبتكون هي كمان ناويه انها تزور فصائل الوحوش. وبنرجع بعد كده لاوساتو هو مع سوزومي واماكو، واللي بتفهم ان الموضوع هياخد وقت، وبيتفاجئ اوساتو انها قالت له ايه اللي هيحصل مع روز. وبنتفاجئ بسوزومي انها بتكلمها بعيونها، وبتزعل لانها مش فاهمه حاجه وهي بس حاسه انها خسرت وخلاص. فبيستغرب اوساتو اللي بتتكلم عنه، وبيطمن اماكو عشان ما تقلقش، وبيعرفها انه اكيد الملك لويد هيفكر في طريقه. فبتفهم كلامه وبتعرفه انها ترجع لبيتها النهارده، وقبل ما بتمشي بتشكره وهي مبسوطه. فبيتفاجئ اوساتو وبيشكرها هو كمان بابتسامه عشان بسببها قدر ينقذ اصدقائه. بنروح بعد كده لفريق الانقاذ بالليل وهم بيتكلموا، وبتكون الفارسه قاعده معاهم ومش بتاكل، وبيزعقوا لها عشان تاكل، فبتقول لهم يسكتوا وما يكلموهاش. وبنتفاجئ بعدها لما اساتو بيجي وبيقول لها انها محتاجه تاكل والا هيغمى عليها من الجوع لو ما كلتش، وبتتضايق ان الجحيم ده هيكمل لتاني يوم وكمان اليوم اللي بعده، وبتكون عايزه ترجع للسجن خلاص. فبيضحك اوساتو وبيقعد وبيديها الحاجه اللي كان اشتراها من السوق النهارده، واللي بتكون مذكره، وبيعرفها انها المفروض تكتب اللي بتعمله كل يوم واحساسها ناحيه كده لان ده ممكن يسهل عليها الوضع شويه. فبتتفاجئ الفارسه وبتفرح وبتبدا تاكل وهي مطمنه بعد ما بتشوف اوساتو بياكل. وبيجي تاني يوم وبتكون قررت تكتب في المذكره اللي اداها لها، وبتكتب انها في تاني يوم جريت
اتضايقت كتير لدرجه انها ما بقتش قادره، بس روز جت لها وضربتها كالعاده ورمتها لبعيد. وبتكون الفارسه مستغربه ان فريق الانقاذ بيضحكوا عليها وهي مرميه قدامهم بتعيط، وبتكون شايفه انهم مجموعه مجانين. وبيجي اليوم الخامس وبنشوف اوساتو وهو بيجري معاهم كمان، بس بتلاحظ ان في حاجه غريبه وهي ان نفسه ما اتقطعش في الجري طول الوقت، فبتستنتج ان اوساتو مش انسان. وبيجي اليوم العاشر وبتكون بتسمع صوت غريب من جوه الغابه، فبتستغرب ايه اللي ممكن يحصل جوه، وبتقرر تسيب التدريب وتروح تشوف ايه اللي بيحصل. وبتروح للمكان وبتشوف اوساتو واقف وبتهاجم روز بضربه قويه، وبيقع بعدها على الارض، وبتفتكر ان هو اكيد هيموت منها، بس بتتصدم لما بتشوفه. سحر الشفاء بتاع اوساتو بيعالجها، وبتزعق له روز لانها كانت قايله له يتفاداها بس، ومالوش دعوه باي حاجه تانية. بس هو بيحاول يخمن المكان اللي هتضرب فيه، بس بيزعل اوساتو لانه في كل مره بيحاول يعرف مسار هجومها بيتغير، فمش هيعرف يتفاداها. فبيزعق لها اوساتو عشان تستخدم عينيها، وبتكون الفارسه خايفه منهم وهي بتشوفهم بيتخانقوا بالطريقه دي. وبتكون روز ماسكاها وهما الاثنين متعصبين، وبتقول له يوفر كلامه بعد ما يتفادى ضربتها، وبيقرروا يجربوا تاني. وبنشوف روز اختفت فجاه وبتوصل عند اوساتو وبيقدر يتفاداها اخيرا، وبيفرح جدا. فبتروح الفارسه وهي كمان بتكون مستغربه، بس روز بتخدعه وبتضربه وبتخبطه في الشجره، فبتقلق عليه الفارسه، بس بتتفاجئ لما بتلاقيه قام مبسوط انه قدر يتفادى روز مره تانيه. حتى روز بتكون مبسوطه بالنتيجه هي كمان. بعدها بيشكرها اوساتو، وبتكون الفارسه واقفه مصدومه وبتفتكر ان اوساتو اكيد مش انسان عادي، وبتنادي عليها روز وبتقول لها تكمل تدريبها حسب اوامر اوساتو. وبياخدها اوساتو عشان يتكلم معاها، وان زي ما قالت لها القائده انها وحش، فالفارسه بتكون شايفه ان الواضح ان هو كمان وحش ومش واخد باله. وبيسالها اوساتو عن اسمها رغم تاخره في السؤال ده، فبتعرفه ان اسمها فيلم رغم ان مفيش ناس كتير بينادوا لها بالاسم ده. وفجاه بيجي بلورين وبيفرح اوساتو وبيساله لو هو كمان عاوز يتدرب، وبيطلعوا يجروا مع بعض. وبتكون فيلم متضايقه انه ما غيرش اسمها، وبيناديها بالفارسه برضه، وبتجري وراهم وهي متضايقه وبتجري اسرع منهم. فبيفرح اوساتو بس بيقول لها انها لو كملت كده هتتعب، فبتقول له هي متضايقه انها مش هتخسر قصاده. وبيجي وقت العشاء وبتتفاجئ روز ان فيلم اغمى عليها، وبيقول اوساتو ان السبب انها جريت بكل قوتها من غير ما تقف وترتاح، بس هو شافها وهي دلوقتي نايمه. فبتقول له روز ياخدها وياخد وجبتها ليها. وبيبدا اعضاء الفريق يضايقوه وبيسالوه عن اللي عملوه فيها، فبيعرفهم اوساتو ان زي العادي، وبيقول لهم العادي بتاعي على الاقل مش عادي بالنسبه للبشر. فبيضحكوا عليه وبيقول لهم انه لسه بشري اكتر من القائده، بس بيسكتوا فجاه لان القائده بتكون وراهم وبتضرب اوساتو بكل قوتها. فبيحاولوا يغيروا الموضوع، وبيقول لهم انه مش حلو انهم يتكلموا على الناس بالطريقه دي، وانه قال كلام اكتر من اللازم هو كمان. وبيضحكوا كلهم مع بعض، بس بيقلق اوساتو لما بتناديله روز عشان عايزاه. وبعد كده بتصحى فيلم وبتكون جعانه، ولما كانت طالعه من اوضتها بتسمع روز وهي بتتكلم مع اوساتو، وبتقول له يروح للملك لويد وياخد اماكو معاه، وان تفاصيل رحلته لتوصيل الخطابات اتحددت، وانها متاكده ان الملك اخذ قرار بخصوص طلبه. وبتكون فيلم مستغربه كلامهم وهي واقفه بتسمعهم من ورا الباب. وبيجي تاني يوم الصبح وبتطلع فيلم من شباك اوضتها وبتجري بره المقر في القلعه، وبيكون اوساتو في القلعه ومعاه اماكو اللي بتكون اول مره تدخلها. وبيروحوا للملك لويد اللي بيشكرها انها جت وانها نفذت اللي طلبوه وانقذت المملكه من الهلاك، وبيعرفها انه عاوز يساعدها على قد ما يقدر. وبيقول له اوساتو انهم حددوا مسار رحلته حسب طلبه، وهو انه بعد ما يروح شويه بلدان هيوصل اخر خطاب لبلد اسمها مبلارك. فبتتفاجئ اماكو بيعرفها الملك انها بلد مائيه مبنيه على نهر عظيم واللي بيجري عبر الارض ومنطقه فصائل الوحوش واللي بتكون ورا ضفته المقابله. وبيقول له يستغل الفرصه عشان يروح مع اماكو. فبيفرح اوساتو وبتفرح اماكو هي كمان. وبيعرفهم الملك ان ويلسي هتعرفوا تفاصيل الرحله، وبتاخدهم ويلسي تعرفهم الباقي انهم هيزوروا 4 مناطق مختلفه، وهم مدينه السحر لوك وبلاد الصلا راير وبلاد الماء وبلارك، واخر حاجه منطقه فصائل الوحوش. والابطال الاثنين هيروحوا مع اوساتو لحد بلد معينه، وبعدها هيروح اوساتو مع اماكو والفرسان اللي معاه. وبيسالها اوساتو عن عدد اللي هيكونوا معاه من الفرسان، فبتعرفوا انهم 2 اللي هيبقوا معاه. وطبعا اوروكو بيكون عاوز يروح معاه، بس في نفس الوقت مش عايز يخالف اوامر الملك. وبيقول اوروكو انه مش هيقدر يحمي اكتر من حاجه في نفس الوقت، عشان كده هو اختار يحرس المكان ده لان محدش هيأذيه طول ما هو في القصر ومتحوط بالجنود. وبيزعل اوساتو وبيفكر انه مش عاوز يروح معاه، بس اوروكو بيعرفه انه هيسيب زمايله يحموا القلعه لشويه وقت. فبيتفاجئ ان اوروكو قرر يحميه هو واماكو. وبيتفرج توماس صاحب اوروكو وهو مبسوط. وبتفرح ويلسي هي كمان ان الوضع اتحل بالسرعه دي، وبتساله ويلسي عن الفارس المساعد، فبيقول لها اوساتو على بلورين. في نفس الوقت اللي بتكون فيه فيلم بتجري في الغابه وهي خايفه من حاجه بتطاردها، واللي بتكون روز، وبتوصل لها بسرعه كبيره جدا. ولما بتوصل بتضربها وبتبقى روز متضايقه جدا لان فيلم استغلت انشغالها وحاولت تهرب رغم انها حاولت تساعدها وتخليها بني ادمه كويسه. وبتكون روز عارفه ان فيلم سمعت ان اوساتو هيروح رحله توصيل الخطابات، وبتحاول فيلم تقول لها انها هربت بس عشان تعرف اخبار جيش ملك الشياطين، بس روز بتقول لها انها فاهماها كويس وان ده مش صحيح. وبتسالها روز لو هي قلقانه، فبتستغرب فيلم من سؤالها، وبتقول لها فيلم انها خايفه عشان اوساتو هيسافر لبعيد. فبتعرفها روز انها مش محتاجه تقلق لان اوساتو قوي جدا ومش هيتاذي بسهوله. وبتلاحظ روز ان فيلم لسه قلقانه برضه، وبتفهم ان فيلم كانت ناويه تروح معاه في رحلته. وبتتصدم فيلم ان روز فهمت المخطط بتاعها وبتنفجر فيها وبتقول لها انها زهقت من العيشه هنا. وبتلاقي روز بقت وراها في ثانيه وبتضربها روز عشان تكمل التدريب بتاعها. وبيجي الليل وبيروح اوساتو يقعد مع فيلم، وبيبقى متفاجئ انها حاولت تهرب. وبتساله فيلم هيمشي امتى، فبيقول لها اوساتو ان هو هيمشي بكره. وبيلاحظ انها زعلانه وبتقول له انه هيوحشها وانه مش من العدل انه يهرب من الجحيم اللي هي هتقعد فيه لوحدها. وبيضحك عشان ده كل حاجه، فبتضربه وبتتضايق وبتمشي وتسيبه. وبيكون مستغربها، بس روز بتيجي وبتعرفه ان فيلم متفاجئ انه هيمشي بكره. فبيستغرب اوساتو من كلامها عشان هي اللي بعتته لظلام لينجر من
غير انذار، وبتعرف روز ان الرحله دي مختلفه، وبتقرر تعرفه حاجه قبل ما يمشي، وهي ان الناس بتعتبر سحر الشفاء ده اضعف انواع السحر، بس لو قابل حد بيفتكر كده فهو لازم يضربه من غير رحمه. وبيتفاجئ اوساتو ان ده عنف اكتر من اللازم، وان هو اخر حد لو هيحكم على الناس بالمظاهر هيبقى اكتر حكمه. فبيستغرب اوساتو وبتعرفه روز انها متاكده ان الرحله دي هتاثر عليه بطريقه او بطريقه تانية، وبتعرفه قبل ما يمشي انها متوقعه منه حاجات كتير، وبتعرفه انها متاكده ان الرحله دي هتاثر عليه. فبيتاثر اوساتو بكلامها وبيعيط لما بتمشي، بس بيكون مبسوط بيه، وبيكون عارف ان تعذيب شخص بسيط، بس هو في الاخر بيثق فيها قوي وبيحترمها بصفتها معلمته، وبيقرر يكمل حياته في العالم ده معاها ومع السكان في المملكه. بنروح بعد كده لليوم اللي هيمشي فيه اوساتو، وروز بتقول له ياخد باله على نفسه لان الرحله مش هتكون سهله. وبيشوف اماكو وهي بتودع الجده، وبيلاحظ انها قلقانه، فبيروح يطمنها، وبتودع الاميره سيليا الابطال كلهم، وبيتحركوا كلهم من القلعه. وبيكون اوساتو بيفكر في اللي هيحصل لانهم هيروحوا بلاد جديده. وبنشوف فيلم وهي ماشيه ومش قادره تتحرك، وبتسال روز عن المكان اللي واخداها ليه، وبتكون روز واقفه بتبص على الرحله اللي طالعه. وبيكون اوساتو وقتها بيفكر فيهم، وبتزعق روز لفيلم عشان تسرع، وبيلاحظ اللي معاه انه زعلان فبيحاولوا يشجعوه. فبيرجع يفكر انها رحله جديده وهتكون مغامره مليانه بالخطر وحاجات مجهوله، وفي كل الاحوال هو اندمج في العالم ده وبيستعد للمغامره الجديده. وهنا بتنتهي حكايه البطل اوساتو. يا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده، وايه مصير اوساتو في الرحله اللي جايه؟ كل دي احداث هنعرفها في الموسم الثاني من الانمي، اول لما ينزل هنلخصه على طول. وفي النهايه لو عجبك الملخص ما تنساش اللايك والاشتراك عشان ده بيشجعنا استمر. وفي النهايه ما تنساش صلي على النبي. اشوفكم في حكايه جديده، والسلام.